اش نقول لكم؟ شيرين في موازين، حفله ولا فضيحه؟ ما تفكريش انا غادي بحالتي، ما كتغنيش الله يمسجلها حشومه. حنا المغرب ما كاينش يضحك علينا. عاش الملك. اقول لك كلمه، الشيرين والو ما غنات ولا حاجه. تهزأت بنا، تتغني بلاي باك، تتغني ماشي هي اللي تتغني. البارح شيرين عبد الوهاب طلعت على منصة النهضة في مهرجان موازين، ولكن من فوت ما تكون حفلة اللي ناجحة وزوينة تقلبت الأزمة جديدة وغضب واسع وسط المغاربة. دابا نبداو من الأول، فاش دخلت شيرين كان الاستقبال كبير والناس فرحانين. ولكن المفاجأة كانت في كلامها وتصرفاتها اللي خلاو بزاف ديال المتابعين يقولوا باللي هذه ماشي شيرين اللي كنعرفوها. شنو وقع؟ شيرين فاش بدات كتغني بطريقه غير منظمه، وحتى انها كانت كتوقف وسط الاغنيه وكتضحك بلا سبب. بعض المصادر قالوا باللي كان باين عليها العلامات ديال الارتباك او حتى عدم التركيز، وفاش كانوا كيطلبوا منها الجمهور انها تغني اغاني اللي معروفه كانت كتجاوبهم بواحد الطريقه اللي اعتبرها البعض انها مستفزه او غير محترمه. الردود الفعل في السوشيال ميديا كانت ناريه، باغين فنانه تفرحنا ماشي تضحك علينا، ثمن تذاكر غالي والشو كان دون المستوى، فين احترام الجمهور المغربي؟ البعض كيقول باللي كانت مريضه او تحت الضغط، والبعض الاخر كيقول باللي هذا السلوك ما عنده حتى شي مبرر، خصوصا في مهرجان كبير بحال موازين. دابا الاسئله المطروحه هي واش شيرين غادي تعتذر؟ وشنو ردة الفعل ديال الناس اللي كانوا حايرين انهم واش يمشيو يتفرجوا في طوطو ولا في شيرين؟ واش هاد الحفله هذه غادي تاثر على الصوره ديال شيرين في المغرب؟ ما تنساوش تخليو ليا في لي كومونتير الراي ديالكم في اللي وقع، واش شيرين فعلا غلطات ولا لا. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو الا كنتم من الناس اللي حضروا الحفل او لا تفرجتوا فيه. السلام عليكم.